بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل من نص كيلو دقيق بس. هنعمل البوريك الأفران بطريقة جميلة قوي، اللي هو محشي جبنة. نص كيلو بس. هنشوفوا عامل لنا كميه قد ايه. بسم الله ما شاء الله. في عاملينه بالسمسم، وفي حاطين عليه حبه البركه. شايفين طري وهش وجميل، واللون من جوه احمر. وهقول لكم ايه السبب ان هو اللون احمر كده ولونه حلو ومستوي وجميل من بره ومن جوه. ان شاء الله في باذن الله. واحنا بنعمله في الطريقه هعرفكم جميع الاسرار اللي بتطلعه جميل زي ما انتم شايفينه، طري وجميل وهش وخفيف. هي طبعا يعني لو في جبنه زهره، لان دي بتبقى فيه الجبنه كتيره شويه، بس طبعا احنا هعرفكم ازاي نعرف نقفله كويس، على اساس برضو ما يظهرش منه جبنه ولا اي حاجه. وعرفكم طريقه التسويه. بنسويه في فرن البوتاجاز بطريقه جميله خالص، بيطلع مستوي من فوق ومن تحت، وفي نفس الوقت بيبقى طري وهش وجميل. والكميه دي كلها من نص كيلو بس دقيق. من نص كيلو دي عملنا اكبر كميه من بوريك الافران. محشي جبنه وطعمه جميل، والله بجد بجد طعمه وريحته احلى من بتاع الافران 100 مره. وانا بسويه الريحه طالعه تحفه، والطعم جميل جدا. تعالوا ان شاء الله نشوف هنعمله ازاي. الاول احنا هنجيب البوله. هنحط نص كوبايه ميه. يعني نص كوبايه ميه تكون دافيه سنه، على اساس ان اللبن هيطلع من التلاجة فهيكون ساقع، فتكون الميه دافيه، ما تكونش من حنفيه، تكون مدفياها شويه. يبقى هنحط نص كوبايه ميه ونص كوبايه لبن. ولو هتعملي بميه يبقى كوبايه ميه وعلبه زبادي صغيره، يعني كده او كده. عشان تديكي نفس القيمه يعني. ومعلقه كبيره صلصه. المعلقه الصلصه ديت هي اللي بتخلي ان البوريك احمر من جوه، وبتديله لون جميل. شفت نفس اللون اللي انتوا شفتوه ده. وهننزل كمان بمعلقه سكر. وهننزل بمعلقه سكر. يبقى نزلنا بمعلقه صلصه ومعلقه سكر ونص كيس خميره فوريه. الكيس الخميره ده 12 جرام، بنص كيس بس على اساس ان احنا في الحر يعني. وهنجيب كمان معلقتين سمنه وعليهم ربع كوبايه زيت، هننزل بيهم. وهنسيب معلقتين كده بس في الاخر هوريهم لكم هنعمل بيهم ايه في الاخر يعني. وده نص كيلو دقيق نزلت عليه بنص معلقه ملح وباكو بيكنج باودر. يبقى ده نص كيلو دقيق منخول طبعا عشان احنا في الحر، وعليه نص معلقه ملح وباكو بيكنج باودر. وهننزل بالخليط اللي احنا عملناه، اللي هي كوبايه منها نص ميه ونص لبن، او كوبايه ميه وعليها علبه زبادي، كده او كده، على اساس ان هو يكون غني، على اساس ان البوريك يكون غني يعني ودسم الى حد ما. يعني ممكن تعملي كده وممكن تعملي كده. وهنبدأ بقى نعجن ونلم الدقيق كده على بعضه ونعجنه. بس الكمية اللي انا وريتها لكم ديت طلعت قليلة شوية. حسيت ان العجينة لسه جامدة قاسية شوية، فحطيت كمان قيمة ربع كوباية مية. دي على اساس ودوت نص كيلو دقيق. طبعا الدقيق بيختلف من مكان لمكان. في دقيق بيشرب سوائل كتير، وفي دقيق ما بيشربش سوائل كتير، فدي بترجع لنوعية الدقيق. يبقى احنا العجينه لقيتها لسه ما كانت، بعد ما حطيت الخليط لقيتها قاسيه، فحطيت عليها كمان ربع كوبايه ميه. وده السمنه على الزيت اللي كنت ركنتهم على جنب، بدات احطهم دلوقتي. وهنبدا نعجن بقى. وبعدين لما الم العجينه كده هبدا احط ربع كوبايه الميه اللي قلت لكم عليها، على اساس تبقى العجينه يعني بتلزق خفيف، تبقى ناعمه كده وطريه، بتلزق حاجه بسيطه، ما تبقاش جامده قوي. ونبدأ بقى نلم العجينة تاني ونعجنها. طبعا أنا بقفل الكاميرا وبقعد أعجن فيها مدة كبيرة، يعني أعجن ربع ساعة وأرجع أفتح الكاميرا أوريكم بعمل إيه، وأرجع أقفل وأرجع أعجن تاني. طبعا أي حاجة في المعجنات لازم تتعجن كويس. وما إنك طبعا بتعجنها بإيدك تدي لها إيه يعني كفايتها من العجن. طبعا اللي هيعجنها بقى في العجان أو اللي يعجن على إيده، بس المهم إنها تاخد يعني كفايتها من العجن. لما بتبقى مخدومه ومعجونه كويس بتحسي ان العجينه زي الملبن في ايدك. بتتفرد معاكي بسهوله من غير نشابه ومن غير اي حاجه خالص، وبتبقى سهله، وطبعا بتقب بسهوله وبتبقى جميله. دلوقتي كده العجينه خلصت.
هنبدأ بقى نحط عليها معلقة زيت كده على وشها، على أساس إن الوش إحنا في الحر ما يشققش أو ينشف. هنبلها كده إيه بمعلقة زيت. وبعدين بقى هنجيب ورق استرتش ونغطي العجينة كويس، وهنسيبها على الرخامة زي ما انتوا شايفين كده، هي نص ساعة بس. بما إننا طبعا في الحر، هي نص ساعة بس تتقفل بس كويس، تقفلي عليها كويس على أساس إن ما تنشفش. وتسيبيها نص ساعة بس، وتبدأي إن شاء الله نبدأ إن إحنا إيه نشتغل فيها بإذن الله. دلوقتي هتسيبيها بقى، نسيبها تخمر. وبعدين بعد ما هتخمر، هي طبعا ما بتاخدش وقت خالص بما إننا في الحر يعني. دلوقتي هنجيب بقى صينية، وهنرش على الصينية كده شوية دقيق، على أساس إن العجينة برضو ناعمة طرية قوي فبتلزق. ممكن تحطي دقيق وممكن تعمليها زيت، بس الأفضل بقى يكون دقيق. ونبدأ بقى نقرصها التقريصة قد الليمونة، قد الليمونة مش أكبر، مش ليمونة كبيرة، قد الليمونة يعني الوسط. ما تعملهاش ليمونة كبيرة، يعني قد الليمونة كده بس، يعني تكون صغيرة. كل ما بتكون التقريصة صغيرة بيكون أحسن، بتبقى من جوه هشة وخفيفة، ومبقاش فيها عجين من جوه، بتبقى حلوة. فالأفضل إن هي تبقى التقريصة صغيرة. ما تبقى صغيرة هتطلع معاكي أجمل وخفيفة، ومن جوه ما فيش فيها عجينة، أحسن ما تكون التقريصة كبيرة. انت تعمليها قد الليمونه الصغيره كده او الوسط، بس زي ما انتوا شايفيني كده. ونبدا بقى نقرصها كلها. وبعد ما بنقرصها طبعا بنغطيها، ونبدا نشتغل فيها على طول، على اساس احنا بنرجع نسيبها تاني في الصينيه تخمر مره تانية. يعني بعد ما بتقرصي وتشتغلي فيها وتشكليها، بتسيبيها في الصينيه تخمر كمان مره. يعني احنا كده بنخمرها مرتين، اول مره بعد العجين، وبعد كده بعد ما تشكليها تبداي تسيبيها تخمر، عما الفرن يكون اتقدح، عما تقدحي الفرن. هي زي ما انتوا شايفين كده، هي طلعت في حدود 35 وحده بريك. هنبدا بقى نغطيها ونحطها جنبنا ونبدا نشتغل. طبعا انا عملتهم في صينيتين، الصينيتين دول اللي هم مقاس 30. وجبت جبنه، بس يعني في حاجه حبيت اقول لكم عليها، انا ما عملتهاش، ما خدتش بالي منها الا بعد ما خلصت. الجبنه دي جبنه قديمه، فالجبنه ناشفه شويه. انت المفروض ان انت كنت ناخدها مثلا نديلها ضربه في الكب مع مثلا معلقتين لبن، كانت تنعم شويه، تبقى سهله معايا اكتر. او ان الواحد يهرسها كده بالشوكه برضو، لكن انا خدتها كده على طول، فحسيت انها ناشفه سن. بس لما استوت يعني النشوفيه دي راحت، لانها طبعا هي لما بتدخل الفرن الجبنه بتسيح جواها يعني، فالنشوفيه راحت. بس بقولك على الطريقه وانت بتحشيها يعني، يا اما تضربيها في الكبه بربع كوبايه لبن، يا اما تهرسيها بالشوكه جامد وتبداي بقى تحشيها. دلوقتي احنا بقى بنحشي، هي ما فرقتش في حاجه، بس بعرفك يعني جميع الطرق لو الجبنه عندك جامده. ونبدا بقى نشكلها زي ما انتم شايفين كده، ونقفلها من جميع الجوانب على اساس ان الجبنه ما تطلعش، ونبدا نرصها في الصينيه. الكميه ديت عملت الصينيتين دول. الصينيه التانيه كانت ناقصه شويه، الصينيه دي كانت مليانه والصينيه التانيه ناقصه شويه. بنبدا طبعا نفردها من غير نشابه ومن غير حاجه. وطبعا بما ان الوش هو يعني بلمع وسايح شويه، ومن تحت فيه دقيق، فانا بقلب اللي تحت فوق، على اساس ان انا احط فيه واخلي الوش هو اللي فوق، على اساس يكون ناعم ما يكونش عليه دقيق. هي مش هتفرق لان هنرجع ندهنها تاني بيض، بس يعني دي كأحسن. يعني ممكن تقلبيها وممكن ما تقلبيهاش، بس انا بقلبتها. وبنبدا بقى نقفل عجبنا كويس زي ما انتم شايفين كده، ونبدا نلفها زي ما بنلف العيش الفينو. تلفيها ايوه كده، وبعدين تبداي بقى تقفليها من كل يمه، وتحطيها وشها هو اللي فوق، والتقفيله دي لتحت، التقفيله دي لتحت. وبنسيبها في قلب الصينيه لحد لما تخمر خالص. والجبنه اهي انا بوريها لكم بس ان هي جامده، جبنه جامده. كان مفروض ان الاول هرستها كويس بالشوكه مع حته قشطه، او مع معلقتين لبن، او ضربتها في الكبه مع ربع كوبايه لبن، بس انا ما عملتش كده، بس انا بعرفكم عشان تبقوا انتوا تعملوا. بس انا لما بحطها ما فرقتش في حاجه خالص، وما تيجي تفتحيها بعد ما تستوي هتلاقيها سايحه وجميله خالص، ما فيش اي مشكله. دلوقتي بقى حبيت اوريكم تاني اللف، على اساس ان انتوا تاخدوا بالكم بس من الطريقه. هي طبعا الطريقه سهله خالص، وزي ما بتعملي العيش الفينو، بس دي عشان انت حاشياها جبنه، وممكن تحشيها اي حاجه، تحطي معاها كمان زيتون،
تحطي مثلا اي حاجه تعجبك. انا عملتها بس جبنه بس، لان الجبنه ديت جبنه يعني حادقه، مش جبنه فيتا او دومتي يعني، لا دي جبنه قديمه فحادقه شويه، فما حطيتش معاها زيتون. نبدا بقى نلفها، بنقفل الاول كويس وبنبدا نلف، وبنبدا بقى نقفلها خالص من كل الجوانب، والمنطقه المتقفله ديت هي اللي بتكون تحت، والوش السايح هو اللي بيكون فوق. نبدأ بقى نقفلها. دلوقتي احنا كده خلصنا الكمية. هنجيب بقى صفار بيضة، انا حشت البياض فصلته عن الصفار، دي صفار بيضة بس. ننزل عليه بمعلقة كبيرة خل، يبقى صفار بيضة عليه معلقة كبيرة خل. وتبدأي ان انت تربيه كويس بالشوكة قبل ما تحطي اللبن، عشان اللبن ما يقطعش من الخل. وبعد كده بنحط عليها معلقتين، في حدود معلقتين لبن او معلقة كبيرة لبن، ونقلبه كويس قوي. ونبدأ نجيب الفرشة ونلمع الوش زي ما انتم شايفين. هي لما خلصت خمرت اهي، يعني ارتفعت، يعني زادت في الوزن او زادت في الحجم شويه. والفرن طبعا انا ولعت، بما اني خلصت خالص قمت مولعه الفرن. وبعدين اما لقيتها بقى الحجم بتاعها زاد وخمرت تاني، بدأت بقى جبت البيضة والخل واللبن وعملت وشها. وبعدين هعمل الصينية ديت هحط عليها حبة البركة، والصينية التانية هعملها بزبيب بسمسم اسفل، معلش. يبقى الصينية الأولانية عملتها بحبة البركة، والصينية التانية عملتها بسمسم، السمسم اللي هو الأحمر متحمص. ودلوقتي طلعتهم من الفرن، طبعا أنا حطيتهم في الفرن على أعلى درجة حرارة زي ما انتم شايفين، لأن دي فرن البوتاجاز، لو أنا هديت النار هتنشف مني، فعليت النار على أساس تطلع ما تنشفش، تكون طرية وهش. دي شوفي النص كيلو بسم الله ما شاء الله عمل كمية قد ايه، كمية كبيرة جدا من نص كيلو بس. يعني بألف هنا وشفا، تعجبكم جدا جدا جدا. ما تنسناش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد، وتقولوا لي ايه رأيكم في الوصفات اللي بنزلها. بوريكم تاني، شوفوا قلبها احمر وجميل من معلقة الصلصة، والجبنة جواها سايحة وجميلة جدا وهشة وخفيفة، مفيش جواها عجينة ولا أي حاجة خالص. أنا حبيت أوريكم كل حاجة على الطبيعة، شايفين طرية وجميلة إزاي. دي بالسمسم وديت بحبة البركة. طبعا اللي تلاقي جبنة ظاهرة فيها دي كانت الجبنة كتيرة شوية، لكن هي كلها يعني الحمد لله متقفلة كويس خالص، مفيش حاجة ظاهرة منها، بس اللي ظاهر دي بتكون الجبنة كانت كتيرة، فما تحاوليش يعني تكتري زيادة عن اللازم. جميلة وهشة وخفيفة. وطبعا كل ما تكون التقريصة ما تكونش كبيرة بتبقى هشة أحسن ما بتكون تقريصة كبيرة بتبقى كلها عجين من جوه. ويعني يعني شوفوا نص كيلو دي بسم الله ما شاء الله عمل لنا كمية جميلة جدا، وبألف هنا وشفا. ومع ألف 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 سلامة، نشوفكم